السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله طيبين وإن شاء الله تكونوا بخير ونعيم فاتما الصلاة. اللي عنده فوز اللقجع ما بنضرب عليه بطنه، صدقوني ده الحاصل وده اللي حيحصل اليوم في المستقبل. بالنسبة للناس المتوقعة انتصار الهلال الاتحاد الأفريقي، والله صدقوني الناس ما تخلي طموحها ولا تخلي آمالها كبيرة، لأنه مع الاتحاد الأفريقي ده ما حتجد عدل ولا الهلال حيجد عدل. انت لو ملاحظ في الآونة الأخيرة شوف دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، شوف الفرق المسيطرة. إذا عرفت الفرق المسيطرة بتعرف النفوذ في الاتحاد الأفريقي. عشان كده يا عزيزي انت كهلال ما ترجى انتصار على الاتحاد الأفريقي ولا ترجى إنصاف من الاتحاد الأفريقي. شي ده ليه؟ بقول لك الحاجة دي لأنه انت عندك شكوى صحيحة وفيها كل الدلائل وفيها كل شيء. الاتحاد الأفريقي بيماطل فيك وبيجرجر فيك، بيعمل لك جلسة قبل المباراة بيومين وبأجل بيبقى لك قبل المباراة بيوم. اليوم حيصدر القرار، قرار لا تقدر تستأنفه ولا تقدر تعطل المباراة. القرار اللي حيصدر من الاتحاد الأفريقي، أول شيء الاتحاد الأفريقي أدى قرار قبل يوم عاقب ليك اللاعب حمزة المسوي لمدة عامين، ويقول لك بناء على سوابق سابقة وقضايا سابقة اللاعب في قضايا المنشطات بيتحمل المسؤولية. الفريق ما عنده علاقة. طالما نهضة بركان أشرك اللاعب بناء على خطاب من الاتحاد الأفريقي يبقى مشاركة اللاعب صحيحة، نتيجة المباراة ما حتتأثر. ده القرار اللي بيصدر هيك الاتحاد الأفريقي ولجنة الانضباط. يعني الشغل ما شغل قانون، الشغل شغل نفوذ وشغل زولي وزولك وفريقي وفريقك. إذا مسكنا الموضوع من ناحية قانون الهلال منتصر في القضية دي ما في شك. الناس بتتكلم لك يا اخي والله اللاعب مدان بالمنشطات، الهلال ما مشكلته في انه اللاعب ده مدان ولا ما مدان، ولا الادانه هي اللي بتدي الهلال الحق. الهلال ما حيستفيد اذا عاقب اللاعب ده سنه سنتين وقفوه مدى العمر. الهلال مشكلته في اهليه مشاركه اللاعب في المباراه الشارك فيها اللاعب ده، هل اللاعب ده كان مشاركته سليمه ومشاركته صحيحه؟ اذا مشاركته صحيحه ومشاركته سليمه الهلال ما عنده حق، كان حيكسب المباراه. أما إذا مشاركته فيها خلل وفيها إجراءات غير صحيحة وغير قانونية يبقى الهلال من حقه يكسب الشكوى، والهلال بان على الحاجة دي. لكن الرفع الإيقاف منه رفع الإيقاف رئيس لجنة الانضباط، والآن هو الحكم والخصم والعدل، ده هو ماسك كله، هو الكل في الكل. يعني مستحيل رئيس لجنة الانضباط يدير لك نفسه. انت حتقول يا أخي والله انت كانت الإجراءات غير سليمة، كانت في أخطاء منك انت، إن الإجراء غير سليم. هو يقول لك لا والله، بيحاول بيلفقها بإيجابي بيطلع لك الموضوع سليم وبيدي نفسه الحق. ورغم من انه نحن عارفين والهلال عارف انه الاجراءات اللي اتبعت غير سليمه، مهليه اللاعب في المباراه، مشاركه اللاعب في المباراه انه اللاعب غير الاجراءات بتاعته غير سليمه. ده الاساس اللي حيمشي به الهلال لكاس، لكن بتمشي بعد شنو؟ بعد تمشي المباراه تتلعب وما عارف واحتمال يفوز الجيش الملكي واحتمال تفوز نهضة بركان، واصلا الشغلانه مطبوخه. يعني انتوا وصلوا ملاحظوا للجيش الملكي وصل المرحله دي على حساب بيراميدز المصري، وكان بيراميدز عنده ضربه جزاء صحيحه، لكن شنو؟ ما حسبوها. كان عايزين يكون في طرف مغربي موجود في نصف النهائي. بركان ده ما كانوا حاسبينه، كان حاسبينه الهلال هو حينتصر بركان وحيكون الجيش والهلال، ما حاسبين كان بركان اصلا. عشان كده عايزين يامنوا موقفهم. الان اصبح عندهم بركان وعندهم الجيش، ومستحيل يفكوا لك الحاجه دي عشان الناس ما تتعشم ساهي. إذا عايز إنصاف من الاتحاد الأفريقي صدقني حتنتظر كثيرا، ما في إنصاف من الاتحاد الأفريقي حتى إذا كان القانون عندك. الشغل ما شغل قانون، الشغل شغل نفوذ وعلاقات داخل الاتحاد الأفريقي. أنت عندك علاقات وعندك نفوذ أمورك بتمشي، ما عندك تنضرب عليه بطنك. صدقوني ده اللي حيحصل. الناس المتوقعة وعشمانة في نتيجة المباراة الكلام اللي حيقول لك ده الاتحاد الأفريقي حيكتفي بعقوبة اللاعب، وحيقول لك نهضة بركان موقفه سليم لأنه الإجراءات كانت سليمة طلب من الاتحاد الافريقي والمشاركه سليمه. اللاعب يتعاقب ويكتفي بالحاجه دي، وده اللي اصلا اللي عملوا له يعني هدوا الهلال السوداني وجماهير الهلال السوداني. ده كله الحاصل في الموضوع. اديني رايك انت شنو كمتابع للقضيه دي، رايك شنو القرارات اللي ممكن تصدرها اللجنه اليوم؟ السلام عليكم.